بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حديث 11 عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. خرجه البخاري ومسلم متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يحفظ صغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إلى هنا فقط. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة كما سيأتي معنا، صحيح من كلام أبي هريرة. أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في هذا الحديث بيان فضل هذه الأمة، وبيان ما تتميز به هذه الأمة عن غيرها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، أي أمة الإجابة، يدعون، لأن الأمم تدعى إلى الموقف يوم القيامة غرا محجلين. غرا هو ذو غرة، وهو البياض في الوجه، البياض في الجبهة، هذه تكون في جبهة الفرس هنا، هذه الجبهة. غرا محجلين، البياض في أيدي الفرس، وكذلك أرجله، وهكذا هذه الأمة يوم القيامة، الذين عندما يدعون يأتون غرا محجلين من آثار، أي تظهر البياض في الوجوه وفي الأيدي وفي الأرجل، وهذا الجزاء من جنس العمل. فكما أنهم واظبوا واستمروا وأتوا بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الوضوء، قلنا الوضوء عبادة، وعملوا هذه العبادة خالصة لله عز وجل، فكان جزاؤهم أن جعل الله عز وجل مواضع الوضوء يوم القيامة نور، فيها النور، يتميزون بها عن غيرهم. من حافظ على الوضوء فإنه يحافظ على الصلاة، ومن لم يحافظ على الوضوء ولم يكن يتوضأ فلا تكون له هذه الميزة، ميزة النور في وجهه وفي يديه وفي رجليه. فهذا كما قال العلامة البسام رحمه الله تعالى: يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة. أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم يميزهم وبزيادة بفضل وشرف من بين الأمم، حيث ينادون فيأتون في وجوههم النور، وفي أيديهم وفي أرجلهم، وجوههم تتلألأ، وكذلك
وأيديهم وأرجلهم بالنور. قلنا وهذه يعني أثر من أثر عبادة الوضوء، يدل هذا على عظيم أجر هذه العبادة وعلى فضل هذه العبادة. عبادة ماذا؟ عبادة ماذا؟ الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما تقدم معنا كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن أو مسلم يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج نقيا من الذنوب. ومر معنا حديث عثمان، عن حمران بن أبان عن عثمان رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه عبادة عظيمة، عبادة الوضوء. فلذلك ينبغي علينا أن نحافظ على هذه العبادة وأن نؤديها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتممها. فحديث يعني عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا، فأي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا قلنا من يعني كلام أبي هريرة، صحيح، يقول العلماء هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في لفظ، قال في لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. هذا غسل يديه حتى كاد يبلغ، هذا من فعل أبي هريرة. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وهذا أيضا من كلام أبي هريرة: فمن استطاع منكم. ولذلك يعني ما حكم يعني إطالة الزيادة في العضو، زيادة يعني الوضوء في يعني العضو كالوجه، أن يغسل حتى يصل إلى الشعر، إلى هنا إلى شعره، أو أن يغسل يديه حتى يشرع يعني إلى نصف عضده أو قريب من المنكب، وكذلك الرجل إلى وسط الساق. ما حكم الزيادة هذه؟ يعني الصحيح أنها لا تشرع لأدلة. الدليل الأول يعني أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه ما يواجه به هنا، هذا شعر لا يسمى وجه. وكذلك قال: وأيديكم إلى المرافق، وإلى بمعنى مع المرافق، لم يقل إلى المنكبين بل قال إلى المرافق، وإلى بمعنى هنا مع المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين. وأيضا الأحاديث التي وردت وفيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن زيد، ويعني حديث عثمان ابن عفان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه إلى المرفقين، أي مع المرفقين، والرجلين إلى الكعبين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز، يعني وصل إلى نصف العضد أو إلى قريب المنكب في اليد، وكذلك في الرجل إلى نصف الساق. لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء هذا من قول أبي هريرة ومن فعل أبي هريرة. وإذا خالف قول الصحابي النص فيعني لا يستدل بقول الصحابي، نأخذ بالدليل ولا نأخذ بقول الصحابي، ونحترم يعني الصحابي ذلك. وكذلك كان ذكروا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه
عندما كان يعني يتوضأ ويزيد في وضوئه حتى يبلغ أنه كان يستخفي لكي لا يراه الناس فيستغربون من فعله. وتوضأ ذات مرة فرآه أحد الصحابة وأطال، فقال له: لماذا تفعل هذا؟ قال: لو علمت أنك هنا ما أطلت ما فعلت هذا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعني أراد أن يطيل، أو قال: فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة، وهذا الذي فهمه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الوضوء: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. من زاد على هذا فقد أساء وظلم. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: هذا الاستدلال فيما إذا زاد في عدد المرات، يعني زاد مثلا توضأ غسل يديه 4 مرات، أو غسل وجهه يعني 4 مرات أو 5 مرات، أو مسح رأسه مرتين، هذا في زيادة عدد المرات. ولكن يؤخذ منه أيضا هذا. وكذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنه أنه يعني أطال في يعني التحجيل أو في القرة في غسل العضو، إنما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك قلنا أنه نقل أنه كان يستتر إذا يريد أن يطيل قرته، يعني لكي لا يراه الناس فيستغرب من فعله رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالصحيح أنه لا يشرع التطويل، أنه لا يشرع غسل العضد، لا، إنما تغسل يديك مع المرفقين، تشرع قليل في العضد، وكذلك رجلك إلى الكعبين، تشرع قليل في الساق، ولا يشرع التطويل حتى يبلغ الركبة أو إلى نصف الساق، أو يقصل إلى يعني نصف العضد، أو إلى قريب المنكب. فهذا الصحيح أنه لا يشرع. ثم قال أبو هريرة قال يعني وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية أي الزينة من يعني الذهب وغيره، وأي حلية المؤمن في الجنة، حلية المؤمن في الجنة حيث يبلغ الوضوء. والوضوء يبلغ كما ذكر النبي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن يعني نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونفعله، وما جاء عن الصحابة مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعمل به. ليس هذا معنى أننا يعني نرد قول الصحابة جميعا، لا، فيعني الصحابة هم بشر يخطئون ويصيبون. فهذا ابن عباس رضي الله عنه في مسألة التمتع في الحج، فيعني جاء عن عمر وعن أبي بكر خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر. فكان ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وكان الناس يقولون: قال أبو بكر وعمر. من هم أبو بكر وعمر؟ أفضل الصحابة وأكبر الصحابة وأعلم الصحابة، ولكن لم يبلغهم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الصحابة كلهم بلغهم جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقولون: قال أبو بكر وعمر. غضب ابن عباس لذلك، قال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ يعني قول الرسول لا يقابل بقول الصحابي. نعم، الصحابة هم يعني السابقون الأولون، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لكن مقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا، مقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل بقول الصحابي. تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قال أبو بكر وعمر، لا، خطأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قال عمر بن الخطاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قال علي بن أبي طالب، خطأ، هذا خطأ.
هذا ليس بصواب. لماذا؟ قال ابن عباس قضب، قال أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أن الله عز وجل يغضب فينزل عليكم عقاب لأنكم تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول صحابي، فمن باب أولى من هو دونهم، يعني دون الصحابة كالتابعين كالحسن البصري ويعني سعيد بن المسيب ومن بعدهم كالإمام مالك أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد. هؤلاء أئمة وعلماء نعرف لهم قدرهم، ومن قدرهم أننا نعلم أنهم يخطئون ويصيبون. فهذا الإمام مالك يقول ماذا؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد ماذا يقول؟ إذا رأيتم بمعنى كلامه قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فارموا قولي خلف الحائط، ارموا به، لا تأخذوا بقولي. وكذلك يقول الإمام الشافعي، وكذلك يقول الإمام أبو حنيفة رحمهم الله ورضي الله عنهم. وهذا قول العلماء الراسخين جميعا، يقولون إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تأخذوا بقولي، وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن كما يقول بعض إذا لم نأخذ بقول مثلا الإمام الشافعي هذا يعني تنقص للإمام الشافعي وهذا سب وهذا احتقار، لا، خطأ. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له في بعض المسائل 3 أقوال، يقول قول ثم يرجع ثم يقول قول آخر ثم يقول قول آخر. على ماذا يدل؟ على أن العالم قد يخطئ، قد يقول بقول ثم يظهر له دليل دل ذلك على أنه لا يعلم كل الأدلة. العالم لا يعلم كل الأدلة. فالإمام الشافعي له قول قديم لما كان يعني في المدينة، وله قول جديد عندما ذهب إلى مصر، وله قول يعني بعده في بعض المسائل 3 أقوال. وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الإمام مالك، كذلك يعني العلماء كلهم يظهر له أولا يقول مثلا بأن هذا جائز، ثم بعد ذلك يعلم جاء دليل يبين أن هذا محرم فيقول هذا محرم. إذن فالعالم إذا جاء الدليل مقابل قول العالم بماذا نأخذ؟ بالدليل، نرد قول العالم، وليس أننا نرد قول العالم خلاص هذا ما نقبل هذا قول هذا العالم خلاص هو ليس بعالم، لا، خطأ، لأن العالم يخطئ ويصيب، فيعني هذا الذي فهمه أبو هريرة رضي الله عنه من هذا الحديث الصحيح، كما قال يعني العلماء منهم يعني ابن تيمية وابن القيم ورواية عن أحمد وقول مالك وطائفة من أصحابه أنه لا يستحب مجاوزة الفرض، لا يشرع مجاوزة الفرض أن تغسل مع المرفق حتى تشرع قليل في العضد، فلا تتجاوز إلى نصف أو إلى المنكب، وكذلك في الرجلين. فقال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي في الجنة، فأهل الجنة يعني يلبسهم الله عز وجل. قال الله عز وجل في غير ما آية يلبسون في آية الكهف، ماذا قال الله عز وجل؟ فأما الذين آمنوا وصدقوا كانت لهم جنات الفردوس، لا، قال الله عز وجل يلبسون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، صح؟ متكئين في على الأرائك، لا، هذه في سورة الكهف، يحلون فيها من أساور من ذهب. نعم، في سورة الكهف وفي غيرها من يعني كثير من الآيات يبين الله عز وجل أن أهل الجنة يحلون فيها، أي يلبسون فيها الحلي من الذهب وغير ذلك والفضة. ففي الدنيا محرم على الرجال أن يلبسوا الذهب،
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما سئل قال بمعنى كلامه صلى الله عليه وسلم أن الذهب محرم، أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على رجالها. أحل الذهب لإناث يعني للنساء فقط، وحرم على الرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب في هذه الدنيا، ويكرمهم الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، فيحلون فيها من أساور من ذهب كما أخبر الله عز وجل في القرآن. وهنا سؤال: كيف يعرف يوم القيامة من لم يتوضأ ولم يصلي وكذا الصبيان؟ قال: سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه صفة المصلين، فبما يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان، التاركين للصلاة؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، أغر يعني بالوضوء، كثرة الوضوء. قال: وأما الأطفال فهم تبع للرجال، فهم تبع لآبائهم الرجال. وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة، لا يعرف، نعوذ بالله من هذا الخذلان، لا يتوضأ ولا يصلي، لا يعرف يوم القيامة أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل من لم يصلي فهو كافر، لا يصلي أبدا، هذا كافر. والدليل أولا قول الله عز وجل في سورة المدثر في ما سلككم في سقر، عندما يسأل المجرمون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول شيء لم نكن من المصلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين المسلمين وبين الكفار والمشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تركها بالكلية، لا يصلي لا جمع ولا جماعات، ولا يصلي منفردا ولا عيد، تركها بالكلية، لا يصلي، هذا حكمه كافر، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الشرك وبين الكفر، بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال شقيق بن سلمة التابعي الجليل: كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طيب، من عنده سؤال؟ سطوران، سمع، اقرأ. التمون في تنعله وترجله أحسن، وفي شأنه كله. أحسنت، ما شاء الله، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. أحسنت ما شاء الله. أيضا قالت كان، لا بأس، نبي أو رسول.
أحسنت أحسنت. وفي شأنه أحسنت ما شاء الله. عبد الغني يا ولد اقرأ. عنها قالت كان رسول الله أحسنت أحسنت ما شاء الله. وفي شأنه كله. هذا لا يصلح، لا يصلح. إنما رفع اليدين يكون هكذا، يعني عندما يرفع من الركوع رفع اليدين في يعني 4 مواضع يعني، وبعضهم يقول يعني الموضع الرابع لا يصح. أولا عند تكبيرة الإحرام ترفع. كيف ترفع تكبيرة الإحرام؟ كيف ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام؟ هكذا. إذن جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، وعند الركوع، صح، وعند الرفع من الركوع. وجاء في يعني رواية وعند القيام من التشهد الأوسط، يعني بعض العلماء لا يصحح هذا. طيب، ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. هل قال عند الرفع من الركوع يختلف؟ لا، قال يرفع يديه حذو منكبيه. جاء في يعني الحديث أنه يرفع يديه حذو منكبيه هكذا عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. الله أكبر. طيب، لماذا أنت تقول عند الرفع من الركوع؟ من الذي جاء بالدليل أنه هكذا يرفع؟ ما في دليل، لأن هذا لا يشرع، لا يصلح، هذا لا يشرع ولا يصلح. ترفع هكذا، ترفعه حذو منكبيك هنا أو إلى أطراف الأذنين. جاء يعني 3، ترفع إلى أطراف الأذنين، قال بعض العلماء إلى هنا، يعني أطراف أذنيك إلى هنا، وجاء يعني إلى هنا، إلى أطراف الأذنين من هنا، وجاء إلى حذو منكبين هكذا. يعني ذكر العلماء 3 كيفيات في رفع اليدين، في رفع اليدين. لا تقول هكذا يعني استسلام أو تريد أو هكذا، لا، يعني هكذا ترفع هكذا، يعني مضمومة الأصابع، لأنها أيضا مضمومة الأصابع. أما هكذا فهذا ذكر العلماء ذكروا هذه المسائل، لأن هذه المسألة قالوا هذا لا يشرع، لا يشرع أن ترفع يديك هكذا، لأنه جاء عن ابن عمر يعني في صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ولم يذكر أنه رفعهما هكذا. هكذا ترفع لماذا؟ للدعاء، صح، وأيضا يشرع يعني التصاق، نرفع هكذا، يشرع التصاق اليدين للدعاء. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.